حبايبي ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بنبدا نفس القصه بتاعت البروبابيلتي، بس هناخد الجزء بتاع الرول. في الاول احنا شرحنا الجزء بتاع البروبابيلتي اللي هو فيه الكوين والدايس والبولز والحاجات ديت، وحلينا عليها مسائل. النهارده ان شاء الله هنتكلم في الرولز. طيب الرولز مستر بتبقى موجوده في ورقه المفاهيم؟ بصراحه بتبقى موجوده في ورقه المفاهيم. كل الرولز؟ لا، مش كل الرولز. امال ايه؟ جزء بسيط جدا من الرولز هو اللي موجود في ورقه المفاهيم. طب الرولز دي كلها انا هحفظها ولا هعمل ايه؟ بص يا صديقي، الاساس في الموضوع ده ان انت لازم تبقى فاهم الرول جه ازاي وحكايته ايه، علشان لو ما قدرتش تفتكر الرول تبقى على الاقل عارف تتصرف وتجيبه. لان ده السؤال ده بدرجتين، ما ينفعش اسيب الجزء بتاع الرولز ديت، وبصراحه هيبقى صعب جدا ان انا احفظ كل الرولز. فلو انا فاهم جت منين الموضوع دوت هيسهل عليا القصه بطريقه لطيفه جدا. فتعالى نشوف الرولز جت منين ونبدا نحل عليها، واحنا حتى مقسمين الرولز بتاعتنا في فيديوز زي طريقتنا الطبيعيه علشان تقدر تجمع كل حاجه بهدوء وبساطه. يلا سوا تعالوا نتكلم الاول في موضوع الرولز. بص يا جميل، لو انا معايا اس كده مثلا، الاس ديت اللي هي السامبل سبيس، وانا دخلت جواها وخدت ايه؟ الايه دوت ايفنت معين. لو انا عايز البروبابيلتي بتاع الايه ده كده، الايه دوت يعني احتمال الحاجه المعينه اللي انا خدتها، يبقى الايه داش ديت ريبريزنت لمين؟ للحاجه اللي انا ما خدتهاش من الايه. يعني ايه يا مستر؟ يعني افترض ان ده كده الامتحان والايه ده الحاجات اللي انا حليتها، يبقى الايه داش الحاجات اللي انا ما حليتهاش. طب افترض ان دوت فصل والايه دوت احتمال الناس اللي جت، يبقى الايه داش الناس اللي ما جاتش. طب اعتبر ان دي صينيه مليانه اكل والايه دي الحاجه اللي انا اكلتها، يبقى الايه الحاجه اللي انا ما اكلتهاش. يبقى الايه والايه داش دولت حاجتين عكس بعض. يبقى معنى كده ان البروبابيلتي اوفر ايه هتكون ايكوال 1 ماينس البروبابيلتي اوف ايه داش، بحيث ان انت لو عملت الايه يونيون الايه داش يبقى انت كده جبت الاس كلها. طب هل في انترسكشن ما بين الايه والايه داش؟ يعني ينفع حاجه تكون مشتركه ما بين الايه والايه داش؟ يعني سؤال حليته وما حليتوش استحاله تحصل. يبقى الايه انترسكشن الايه داش ايكوال 5. يبقى البروبابيلتي بتاع الايه انترسكشن الايه داش لازم يديك 0. مجمع يا صاحبي؟ تمام. يبقى البروبابيلتي بتاع الايه هيكون 1 ماينس الايه داش. طب لو انا عكست وقلت لك عايز البروبابيلتي بتاع الايه داش، يبقى الرول بتاعه هيبقى 1 ماينس البروبابيلتي ايه. يبقى اي حاجه عليها داش 1 ماينس الحاجه. قلت ايه داش يبقى 1 ماينس ايه، قلت بي داش يبقى 1 ماينس بي، قلت سي داش يبقى 1 ماينس سي. تمام يا صاحبي؟ جميل قوي. يبقى اي حاجه عليها داش 1 ماينس الحاجه. جميل. طيب تعال نقول بقى ان احنا كان معانا، نمسح بس دي كده. جميل. تعال نقول بقى ان احنا كان معانا اس، والاس ديت كان فيها 2 ايفنت، واحد منهم اسمه ايه والتاني اسمه بي، والاثنين دولت مالهمش علاقه ببعض. مالهمش علاقه ببعض ديت يعني اسمهم ميوتشوالي اكسكلوسيف. ميوتشوالي اكسكلوسيف. يبقى الاي انترسكشن بي مفيش انترسكشن ايكوال 5. يبقى معنى كده ان البروبابيلتي بتاع الاي انترسكشن بي اكيد هيديني 0، لان هو اصلا اوريدي مفيش انترسكشن. صح؟ حلو قوي. طيب لو انا عايز احسب البروبابيلتي بتاع A يونيون B، يبقى اكيد هعمل الاثنين دول بلس بعض، بروبابيلتي A بلس بروبابيلتي B. فاهم قصدي؟ يعني انا معايا احتمالين، الاحتمال ده مثلا احتمال A ده ان انا اسافر العين السخنه، واحتمال B ده ان انا اسافر الساحل الشمالي. مفيش انترسكشن، ما انا مش هينفع اروح الاثنين مع بعض. فهمت القصه؟ حلو. الاي دوت اللعيبه اللي بتلعب في ريال مدريد، والبي ده اللعيبه اللي بتلعب في برشلونه. حاليا مفيش لعيب ينفع يلعب في ريال مدريد وفي نفس الوقت يلعب في برشلونه، هيلعب في الاهلي والزمالك في نفس الوقت، ما ينفعش. يعني مفيش انترسكشن. تمام؟ تمام. يبقى لو انت عايز الاي، لو كان قال لي سوري الاي انترسكشن البي ميوتشوالي اكسكلوسيف، يبقى انت كده فهمت ان البروبابيلتي بتاع الانترسكشن لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع بزيرو. لحد كده تمام؟ جميل قوي. طيب تعال نقول بقى ان الاس اللي كانت موجوده معايا ديت، دي الاس كان في A و B، بس ال A وال B كان في انترسكشن، دي اسمها A ودي اسمها B. تعالى نسأل السؤال ده. دلوقتي انا دخلت على الفصل بتاعي الكلاس، والفصل ده كان فيه 30 واحد. ركز، كان فيه 30 واحد. سألتهم كام واحد بيحب ياكل الفراخ مثلا، يعني بيفضل الفراخ في الاكل. فكم واحد رفع ايديه من ال 30؟ كم واحد رفع ايديه؟ 20. لحد كده تمام؟ تمام. طب كم واحد يا جماعه بيحب ياكل اللحمه؟ كم واحد رفع ايديه؟
15 بوم. فانا راجعت نفسي، ايه ده؟ 20 فراخ و15 لحمه، يعني كده الاثنين مع بعض 35. بس الفصل اصلا فيه كام؟ في 30. الفايف دول جايين منين؟ اكيد الفايف دولت من الناس الاكيله، رفعوا ايديهم في الفراخ وفي اللحم. لحد كده تمام؟ جميل. طب لو انا كنت عايز احسب الفصل بس الاول لوحده كنت اعمل ايه؟ كنا هنجمع اللحمه مع الفراخ اللي هم ال 20 مع ال 15، بس لازم نعمل ماينس الانترسكشن. الانترسكشن بقى اللي هو كان بكام عندي؟ برافو عليك، الانترسكشن دولت اللي هم كانوا 5، علشان كده هنطرحهم. فتعال نبص بقى معايا. المكان ده كله بتاع الاي يونيون البي اللي هم الحته دول، تمام؟ حلو. الجزء ده هيكون عباره عن الانترسكشن. طب المكان ده بتاع مين؟ المكان ده بتاع الاي ماينس البي، يعني الناس اللي بيحبوا الاي وما بيحبوش البي. طب المكان ده بتاع مين؟ المكان ده بقى بتاع البي ماينس الاي. ركز يا صاحبي عشان الموضوع ده مهم. تعالى نبص كده نشرحه بس في المثال بتاع الفراخ واللحمه ده. احنا التوت هم كلهم كانوا كام؟ كانوا 30 صح؟ صح. احنا اتفقنا ان في 5 مشتركين، الخمسه دول مكانهم هنا. طب الخمسه دول مشتركين اللي كانوا فراخ بس كانوا كام؟ كانوا 20. يبقى دول 15. يبقى ال 15 دول بيحبوا الفراخ بس. الخمسه دول بيحبوا الفراخ واللحمه. طب اللحمه كانوا كلهم كام؟ 15، شيل منهم 5 اتفضل 10. بص كده اجمع بقى 10 و5 و15 دول كده يدوك كام؟ يدوك 30 اللي هو الفصل. يبقى الفصل متقسم ل 15 و10 و5. ال 15 دولت صح ريبريزنت للايه بس، يعني A اند نوت B. طب ال 10 دول العكس بقى B اند نوت A. طب ال 5 ال 5 دولت بقى بوث A اند B اللي هو مين؟ الانترسكشن. من هنا عملنا رول بقى صح. لو انت عايز تجيب اليونيون، فانت اليونيون هنا هيبقى عباره عن البروبابيلتي A بلس البروبابيلتي B، بس بشرط لازم تعمل ماينس الانترسكشن. ليه يا مستر؟ عشان الانترسكشن ده اتجمع مرتين. فانت هتقول الاي كلها اللي هم 20، البي كلها اللي هم 15 ماينس الانترسكشن اللي هم ال5 يطلع لك ال 30. طبعا ده في البروبابيلتي بقى هيبقى اوفر، يعني هيبقى فراكشن، اكيد مش تبقى ارقام كبيره كده. تمام؟ انا بس بحاول اوضح لك. طيب تعالى نعكس بقى. ما تيجي نجيب دي هنا ونجيب دي الناحيه الثانيه اكنها ايكويجن. يبقى البروبابيلتي بتاع الاي انترسكشن بي هيكون عباره عن البروبابيلتي A بلس البروبابيلتي B بس ماينس مين بقى؟ دي اللي جت هنا، يبقى بروبابيلتي اليونيون. يبقى خلي بالك، يبقى دلوقتي اليونيون والانترسكشن ده رول مهم قوي. ايه الرول بتاع اليونيون؟ A بلس B ماينس الانترسكشن. طب لو عايز الانترسكشن A بلس B ماينس اليونيون. تمام؟ تمام. طب لو انا عايز اجيب الجزء اللي هو بتاع الاي ده بس اللي هو A ماينس B، البروبابيلتي بتاع الاي ماينس B لو انا عايز الحته دي ممكن اعمل الاي كلها ماينس الانترسكشن. يبقى هقول كده بروبابيلتي A ماينس بروبابيلتي انترسكشن. طب العكس، لو انا عايز البروبابيلتي بتاع البي ماينس الاي يبقى كده بروبابيلتي البي بس هنعملها ماينس بروبابيلتي الانترسكشن. تمام؟ يبقى لو انت عايز الاي ماينس البي، الاي ماينس الانترسكشن. طب بي ماينس الاي، البي ماينس الانترسكشن. تيجي نحفظها؟ بروبابيلتي اي ماينس اي حاجه، يعني الاول ماينس الثاني، الاول ماينس الانترسكشن. يعني لو قلت حسن ماينس محمد يبقى حسن ماينس الانترسكشن. طب محمد ماينس حسن يبقى محمد ماينس الانترسكشن. يبقى البروبابيلتي بتاع الماينس انا حفظت الرول اصلا، مش محتاج ابص عليه في ورقه المفاهيم، انا مش محتاج حاجه من حد. A ماينس B الاول ماينس الانترسكشن، B ماينس A البي ماينس الانترسكشن، X ماينس Y الاكس ماينس الانترسكشن، Y ماينس X Y ماينس الانترسكشن. تمام؟ يبقى ده اول رول حفظناه. تاني رول حفظناه معانا، هو اول رول كان ايه؟ ال A يونيون B A بلس B ماينس الانترسكشن. طب B ماينس الانترسكشن A بلس B ماينس اليونيون. تمام يا صاحبي؟ تمام قوي، حلو قوي. طيب تعال نقول بقى احنا كده خلصنا الجزء ده. طيب تعال نقول ان انا معايا اس، والاس ديت كان فيها A بس الاي دي كمان كان جواها B اوب. يعني ايه كده؟ يعني البي سبست اوف A. سبست دي عاملين لها سيمبل، احنا بنقول عليها كده البي العلامه دي اسمها سبست اوف A. سبست جزء منها، يعني البي جواها. تيجي اسالك سؤال، ايه الحاجه اللي موجوده في القاهره وفي نفس الوقت موجوده في مصر؟
سمعني كده. سمعت واحد بيقول لي برج القاهره، يا سلام، بس برج القاهره بس مفيش حاجه ثانيه؟ ازاي يا حبيبي؟ ما هي القاهره كلها اصلا جوه مصر. يبقى ايه الحاجه المشتركه ما بين القاهره ومصر؟ القاهره. طب لو انت بصيت على الخريطه وحطيت القاهره جوه مصر، اليونيون هتبص يعني ايه اللي انت شفته على الخريطه؟ هتشوف مصر، لان مصر اكبر. يبقى معنى كده لو كانت البي سبست من الاي وانت عايز تجيب الاي انترسكشن البي، الانترسكشن يديك الجزء الصغير اللي هو البي. طب لو انت كتبت اليونيون الاي يونيون البي، يبقى انا كده جبت الاي. يبقى في السبست الانترسكشن يدي الصغير، اليونيون يدي الكبير. يعني لو البي سبست من الاي يبقى الانترسكشن يدي مين؟ الاولاني البي. اليونيون يدي مين؟ الثاني الاي. طب لو الاكس سبست من الواي يبقى الانترسكشن يدي مين وانت مغمض؟ الاكس. اليونيون يدي مين وانت مغمض؟ الواي على طول، لان الاكس سبست، الاي سبست، البي السبست هو اللي يبقى الانترسكشن. الاكس سبست من الاي يبقى الاكس دي هي الانترسكشن، الاي ده هو اليونيون. تمام يا صاحبي؟ تمام. وطبعا دي ممكن نكتب فيها probability بقى، يعني لو انا عايز البروبابيلتي اوف A انترسكشن B خلاص يبقى هي كده اكنها probability B. سهله ولا ايه؟ سهله قوي، جميله قوي. طيب تعالى بقى عايز اشرح لك حته مهمه قوي في موضوع الرولز دوت. لو انا معايا probability A وبروبابيلتي A داش، انا لسه قايل لك من شويه ان الاي والاي داش دولت ليهم علاقه ببعض، ان البروبابيلتي بتاع الاي، البروبابيلتي بتاع الاي المفروض ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن 1 ماينس الاي داش. صح ولا غلط؟ طب اقول لك على حاجه، ما تيجي نسجل كده الرولز اللي احنا كتبناها من الاول. البروبابيلتي بتاع الاي، ها ايه الرول بتاعه؟ 1 ماينس الاي داش. صح، اي حاجه عليها داش 1 ماينس الحاجه. طيب لو انا قلت لك عايز الاي يونيون البي، ايه الرول بتاعه؟ صح، انت قلت بروبابيلتي اي بلس بروبابيلتي بي وبعد كده هتعمل ماينس الانترسكشن. طيب لو انت عايز الانترسكشن يبقى هتعكس القانون دوت، يبقى انت هتقول لي بروبابيلتي اي بلس بروبابيلتي بي وبعد كده هتعملها ماينس صح اليونيون. طيب اللي بعديها لو انت عايز البروبابيلتي بتاع الاي ماينس البي، يبقى الاول قول معايا، يبقى الاول ماينس الانترسكشن. جميل يا صاحبي. طب لو كانت الاي هي اللي سبست من البي يبقى الانترسكشن هنا يديك مين؟ الاولاني اللي هو الاي، اليونيون يديك مين؟ التاني اللي هو البي. تعال اقول لك بقى على حاجه مهمه قوي. لو انا مديك ريليشن ما بين الاي والاي داش، لو قلت لك probability A equal probability A داش، عارف معنى كده ايه؟ لو كانت ال A equal لل A داش يبقى كل واحد فيهم بهاف، يبقى كده probability ال A هيطلع بهاف وبروبابيلتي ال B هيطلع بهاف، او سوري probability ال A داش هيطلع بهاف. طيب تعالى اقول لك ان 2 probability A equal 3 probability ال A داش. بص بقى صح، لو مديك ريليشن ما بين الاي والاي داش انا اقدر احسب الاي والاي داش ازاي؟ بص، اول حاجه تعمل الاثنين دول بلس 2 بلس 3 يديك كام؟ 5. يبقى البروبابيلتي بتاع الاي هيكون 2 اوفر 5. طب البروبابيلتي بتاع الاي داش هيكون سوري الاي هتكون 3 اوفر 5. بص يا جماعه معلش، الاي هي الرقم ده 3 اوفر 5، الاي داش هتكون 2 اوفر 5. تاني علشان دي مهمه موت. يلا قلت لك probability A 2 probability A equal 5 probability A داش. ما تخافش، الاول اعمل دول بلس بعض، 2 بلس 5 يديك كام؟ 7. ركز، يبقى ال A هتاخد ال 5 دي يبقى 5 اوفر 7. طب ال A داش ماشي، تاخد الرقم الثاني 2 اوفر 7. جبت ال 7 منين؟ عملت الاثنين بلس عشان هما الاثنين مع بعض بيديك التوتال، يبقى التوتال ده اصلا كان 7، فهو دوت خد 5 من 7 وده خد 2 من 7. خلي بالك ان دول دايما معكوسين. طب لو كان الرقم ده اصلا مش موجود، يعني لو انا كاتب لك probability A equal 3 probability ال A داش، خلاص ما تخافش، يبقى البروبابيلتي بتاع ال A، بص ركز بقى، هنا في 1 بس مش مكتوبه، يبقى مجموعهم كده بكام؟ ب 4. يبقى ال A هتبقى 3 اوفر 4 ال A داش، سوري خلاص 3 اوفر 4 بس. طب ال A داش هكتبها هنا بس تحت، يبقى ال A داش ايوه 1 اوفر 4 بس. ده العلاقه ما بين ال A وال A داش. طب ما تيجي نقول بقى ان هم A و B، فتعالى نقول مع بعض ان 2 probability A equal 3 probability B. دي بقى A و B. تمام؟ حلو.
لو هي كانت المساله A و B ما ينفعش نقول بقى ما بنعملش تقول بقى بلس. بص بقى، يبقى البروبابيلتي بتاع الايه هناخد ال 3 دي، يبقى 3 اوفر 2 بروبابيلتي بي. والعكس، لو انت عايز البروبابيلتي بتاع البي يبقى نبدا من هنا، يبقى 2 اوفر 3 البروبابيلتي ايه. مهم قوي ده، صح؟ يبقى البروبابيلتي ايه هيبقى 3 اوفر 2 بروبابيلتي بي. طب البروبابيلتي بي يبقى 2 اوفر 3 بروبابيلتي ايه. عايز واحده تاني؟ ماشي يلا. قول ان انا قلت لك ان البروبابيلتي ايه ايكوال 3 بروبابيلتي بي، مش ايه وايه داش، مش بي وبي داش، مالهمش علاقه ببعض. لو انت عايز البروبابيلتي بتاع الايه هنحط هنا 1، يبقى ديت انت عايز الايه حاضر، يبقى 3 اوفر 1 ده بروبابيلتي بي. طب لو انت عايز البروبابيلتي بتاع البي هنعكس، يبقى 1 اوفر 3 بروبابيلتي ايه. تمام؟ تمام. خلصت الرولز؟ لا، بس هنحل على الرولز دي بس. لسه عندنا بقيه رولز كتيره، بس في الفيديو ده تعالى نمسك الحاجات اللي احنا قلناها ونحل عليها ونشوف الاسئله جت ازاي. بص يا صاحبي، هنتكلم عن الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها دي بس. اول حاجه هنا بيقول لك if the probability of occurrence of the event A is 3 over 5 then the probability of non-occurrence of A. كلمة non-occurrence of A يعني يقصد بيها ال A داش، يبقى أنا هشيل كل ده وهو عايز ال A داش، وحضرتك عرفت خلاص الرول بتاع ال A داش. إيه الرول بتاع ال A داش؟ 1 ماينس الحاجة، يعني 1 ماينس ال A، يعني 1 ماينس 3 over 5. ولما تعمل 1 ماينس 3 over 5 هتديك 2 over 5. تعالوا نشيك كده على التشوز. اوب ايه؟ لا مش عارف، مفيش. طب مبدئيا كده اكيد 0 غلط و2 1 اوفر 5 غلط، فانا محتار ما بين 0.6 و40%. حطيت على الكالكوليتور 2 اوفر 5 طلعت 0.4. يبقى كده غلط بقى. 0.4 دي مش هي، سوري 0.4 دي مش هي 0.6، يبقى هنا غلط. طب هل 2 اوفر 5 دي تديني 40%؟ ال 0.4 دي لو عملتها ملتبلاي 100 هتديني 40%، يبقى الاجابه مظبوطه 40%. يلا نخش على السؤال اللي بعديه. probability A equal 1 over 4 probability B equal 2 over 5 والانترسكشن 1 over 3. وهو طالب مني، ايوه طالب مني اليونيون. ايه الرول بتاع اليونيون؟ الرول بتاع اليونيون هيبقى ايكوال، انا عايز اكتب الرول بتاع اليونيون اللي هي A يونيون B، يبقى probability A بلس probability B هنعمله ماينس الانترسكشن. فيلا بينا يا صاحبي، الاي بكام؟ 1 اوفر 4 بلس البي بكام؟ 2 اوفر 3 ماينس الانترسكشن بكام؟ 1 اوفر 3. ودي خلاص كده بقت سهله وممكن تحطها على الكالكوليتر، ما عنديش مشكله. اللي بعديها الاي ايكوال 0.52 البي 0.56 اليونيون بكذا. هو عايز الانترسكشن، خلاص مش محتاج يا باشا رول من حد. A بلس B ماينس اليونيون، يبقى انا هعمل كده 0.52 بلس 0.56 ماينس اليونيون 0.86. ودي ممكن تلاقي الاجابه بتاعتها بالكالكوليتر. انا مش هستخدم الكالكوليتر كتير عشان ما اطولش الفيديو، بس فاهم قصدي؟ يلا يعني الحاجات اللي هتطلع على طول خلاص. probability A ب 0.4 والانترسكشن ب 0.1 وهو عايز A ماينس B. ايه الرول بتاع A ماينس B؟ انا حافظه يا باشا، مش محتاج ورقه مفاهيم. الاول ماينس الانترسكشن، يبقى انا هقول الاول اللي هو البروبابيلتي A هعمله ماينس الانترسكشن. طب الاول موجود عندك؟ موجود، اللي هو 0.4 هتعمله ماينس 0.1. تقدر تحسبها بالكالكوليتر، هي سهله اصلا 0.3. يلا الاي انترسكشن البي ب 0.6 والبي ماينس الاي ب 0.1 وهو عايز البروبابيلتي بتاع البي. ثانيه واحده، هو كاتب لك البي ماينس الاي ب 0.1. طب هو ايه الرول بتاع البي ماينس الاي؟ الرول بتاعها الاول اللي هو البي ماينس الانترسكشن، وهو مديك الاجابه اللي هي 0.1. طب الاول اللي هو البي ده مش موجود، يبقى ده هسميه probability بي ماينس الانترسكشن موجود 0.6 والاجابه طلعت 0.1. ممكن نعملها على الكالكوليتور شيفت سولف، تكتب على الكالكوليتور اكس
ماينس 0.6 ايكوال 0.1 وتعمل شيفت سولف على الكالكوليتر هتلاقي الاجابه طلعت لك 0.7. واحد بيقول لي يا مستر انا اصلا عارفها 0.7 ماينس 0.6 ايكوال 0.1. انت جميل قوي. واحد يقول لي يا مستر انا عايز اودي دي هناك بالبلس. انت ممتاز. فاي طريقه المهم ان انت في الاول استخدمت الرول. تعال نشوف اللي بعديها. بيقول لك probability A 0.6 وبروبابيلتي B minus A 0.3. هو عايز اليونيون. طب هو ايه الرول بتاع اليونيون؟ الرول بتاع اليونيون عباره عن probability A بلس probability B minus الانترسكشن. طيب هو مديك ايه؟ مديك ال A 0.6 ولا مديني دي ولا مديني دي، بس مديني حاجه بدلهم B minus A. طب ما انت حافظ B minus A ايه الرول بتاعها؟ الاول ماينس الانترسكشن، يعني B minus الانترسكشن. هو كاتبها لك بقى البي ماينس الانترسكشن الجزء ده على بعضه هو جايب لك اجابته كام؟ 0.3. يبقى هنعمل 0.6 بلس 0.3 ودي بالكالكوليتور هتطلع 0.9. يلا الاي انترسكشن البي ب5 والاي داش ايكوال 0.7. خد النصيحه دي، اول ما تلاقي في المساله داش انت مغمض كده اعمل 1 ماينس. فاحنا هنا معانا الاي داش ب 0.7 هعمل 1 ماينس 0.7 هتديني 0.3. هعمل 1 ماينس 0.4 هتديني 0.6. يبقى انا كده عرفت الاي بكام والبي بكام. هو عايز ايه؟ هو عايز اليونيون. ايه الرول بتاع اليونيون؟ الاي بلس البي ماينس الانترسكشن. طب الاي بكام؟ اهي ب 0.3. البي بكام؟ ب 0.6 سوري. طب الانترسكشن بكام؟ هو قال لك ان الانترسكشن ب 5. يبقى معنى كده ان البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بزيرو يبقى 0.3 بلس 0.6 اللي هي 0.9. يلا بيقول لك الكلاس دوت contains 42 students 35 of them succeed at the end of the year. بيقول لك عايز البروبابيلتي that the student للاسف failed. خلاص ماشي. الاول احنا كان معانا كام طالب؟ 42. طب في كام واحد failed؟ يبقى نعمل 5. ايوه صح. يبقى نعمل 42 ماينس 35. 42 ماينس 35 تديني كام؟ 7. جميل قوي. يبقى احنا 7 اوت اوف 42 ودي ممكن نعملها بالكالكوليتور. هتلاقي ان بالكالكوليتور طلعت لك 1 اوفر 6. السؤال ده جه سنه 2017. بيقول لك الاس طلعت A وB وC والاي والبي والسي ار ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني مفيش انترسكشن ما بينهم. يبقى معنى كده ان الاي بلس البي بلس السي لازم يديني 1 اللي هو التوتال بروبابيلتيز. طيب احنا معانا الاي يونيون البي، الاي والبي مع بعض ب 0.6 يبقى السي بكام؟ يبقى اكيد هعمل 1 ماينس 0.6. اشمعنى مستر ماينس 1؟ علشان هما الثلاثه اصلا مجموعهم ب 1. يبقى هنعمل 1 ماينس 0.6 هتديني 0.4. نمبر 26 بيقول لك ال A وال B are two mutually exclusive. mutually exclusive يبقى معنى كده ان الانترسكشن بتاعهم بفاي، يعني البروبابيلتي بتاع الانترسكشن شكرا يا انكل بزيرو. صح. وهو مديك ال A ب 2 اوفر 3 وعايز A ماينس ال B. ايه الرول بتاع ال A ماينس ال B؟ الاول ماينس الانترسكشن. الاول A ماينس الانترسكشن مش موجود عشان هما ميوتشوالي اكسكلوسيف. يبقى انا هعمل 2 اوفر 3 ماينس 0 اللي هي هتديني 2 اوفر 3. وبصراحه هي اصلا من غير رول لوجيك مفهومه. مش هو بيقول لك الاي والبي ميوتشوالي اكسكلوسيف؟ يعني واحد هنا وواحد هنا ما لهمش علاقه ببعض. الساحل الشمالي والعين السخنه. ايه الحاجه اللي موجوده في الساحل الشمالي وفي نفس الوقت موجوده في العين السخنه؟ ايه ده؟ مفيش. طب ايه الحاجه اللي موجوده في الساحل الشمالي ومش موجوده في العين السخنه؟ كل الساحل الشمالي مش موجود في العين السخنه. هو ده المقصود بقى. هو بيقول لك ان هم ميوتشوالي اكسكلوسيف وهو عايز الاي ب 2 اوفر 3 يبقى كل الحاجات اللي في الاي اكيد مش موجوده في البي، يبقى اكيد الاجابه هتطلع 2 اوفر 3. يلا A and B are two event in the sample space. وهو كاتب لي ان البروبابيلتي A to probability B 2 اوفر 3. استوب بقى دقيقه واحده. الاي والبي 2 اوفر 3. استنى بقى ما نمسح دي. تمام. بص يا جميل، الاي والبي 2 اوفر 3 يبقى معنى كده ان البروبابيلتي بتاع الاي هيكون 2 اوفر 3 البروبابيلتي بتاع البي، والعكس لو انت عايز البروبابيلتي بتاع البي يبقى اكيد معكوسه هتبقى 3 اوفر 2 البروبابيلتي بتاع الاي.
او ممكن بطريقه ثانيه، ممكن اقول لك ان البروبابيلتي بتاع الاي ممكن اسميه 2x، والبروبابيلتي بتاع البي ممكن اسميه 3x. ممكن استخدمها كده واستخدمها كده. ليه؟ علشان دي ريشيو، مش الاي والبي 2 اوفر 3. يبقى الاي ديت ممكن تكون 2x والبي ممكن تكون كام؟ 3x. تعال نشتغل بقى. هو بيقول لك ان البروبابيلتي بتاع الانترسكشن 0.1 واليونيون 0.7، وهو عايز الايه. طب ما تيجي نحط الرول بتاع اليونيون. ايه الرول بتاع اليونيون؟ probability A بلس probability B ماينس الانترسكشن. واحده واحده يا صديقي. الايه موجوده؟ لا. طب احطها مين؟ بص، لو انت هتشيل الايه ممكن تحط مكانها 2 اوفر 3 بي، والبي نسيبها زي ما هي. طب انا شايف ان احنا نحط 2x و3x عشان نعمل لها شيفت سولف وتبقى اسهل. يعني هحط لك ان الايه ديت 2x والبي 3x ماينس الانترسكشن 0.1، وهو لما حسب دي كلها معايا طلعت كام؟ 0.7. هنعمل دي على الكالكوليتر شيفت سولف. لما حسبتها على الكالكوليتر شيفت سولف لقيت ان الاكس بتاعتي طلعت 0.16. ما تجريش انت بقى وفرحان وتختار لي 0.16، غلط. علشان انا مش عايز الاكس، امال هو عايز مين؟ ده هو عايز البروبابيلتي اوف ايه. بروبابيلتي اوف ايه يبقى لازم نعمل دبل الاكس، ودبل الاكس يعني 2 ملتبلاي 0.16 0.36. ودي اسوأ حاجه في السؤال اللي تشوز، ان هو بيخليك تختار نص المساله، بيبقى عارف ان انت وقفت لحد هنا وزهقت ويروح مديك الاجابه وانت سعيد والمساله بتطلع غلط. خلي بالك يا صاحبي. تعال نخش على المساله اللي بعديها. بيقول لك الاي والبي ار تو ايفنت اوف ذا سامبل سبيس. البروبابيلتي بتاع الاي ايكوال 3 بروبابيلتي اي داش. ودي يبقى الاي جاهزه معاك على طول يا صديقي. يبقى الاي هتبقى 3 بس اوفر 4. عرفت منين؟ عشان هنا في 1. طب البروبابيلتي بتاعت الاي داش عرفتها. الاي داش يبقى 1 اوفر 4، ما فيهاش بقى اكس ولا فيها اي حاجه، هو الرقم جاهز على طول. طيب بيقول لك ان الانترسكشن طلع ب 0.2، وهو عايز البروبابيلتي اوف A اونلي. A اونلي دوت اونلي يعني A ماينس البي. طب الاي ماينس البي ايه الرول بتاعها؟ الاول ماينس الانترسكشن، يبقى البروبابيلتي A ماينس الانترسكشن. طب الاي بكام؟ الاي هنا طلعت ب 3 اوفر 4، هنعملها ماينس الانترسكشن اللي هو كان مديهوني 0.2، واحسب دي على الكالكوليتر يا صاحبي وهتديك الاجابه ايه او بي، هتتالي ايه. تمام؟ مش ملاحظ حاجه؟ ان انا وانا بحل انا مش محتاج الرولز. ليه؟ ومش حافظها برضه بس انا فاهمها. فانا عايزك تبقى كده، تبقى فاهم الرولز ماشيه ازاي، تلاقي ان الموضوع بقى بسيط. يلا بيقول لك الاس هنا سامبل سبيس اوف ذا راندوم اكسبيرمنت. الاي سبست من الاس. حلو. الاي داش الاي 3 اوفر 5 ستوب. يبقى البروبابيلتي بتاع الاي داش اقول لك انا بقى دي 3 3 دي تبقى اوفر التوتال هنا يبقى 8. طب عايز البروبابيلتي بتاعت الاي. حاضر. الاي هنا قدامها كام؟ 5، يبقى 5 اوفر 8. يبقى انا كده جبت الاي داش وجبت مين؟ وجبت الاي. كمل يا صاحبي. هو عايز البروبابيلتي. ايه ده سهل قوي. يبقى البروبابيلتي بتاعت الاي 5. بص انا ما كنتش عارف اصلا السؤال ماشي ازاي، بس انا مترجت حاجات في دماغي اول ما بشوف السؤال بحلها خلاص تظبط معايا. انا عايزك تبقى كده. خش على اللي بعديها يلا. بيقول لك الاي والبي ار تو ايفنت اوف ذا سامبل سبيس. ماشي. الاي داش ايكوال الاي. خلاص هنا في 1 وهنا في 1، يبقى البروبابيلتي بتاعت الاي داش هتبقى 1 اوفر 2. البروبابيلتي بتاعت الاي هي كمان هتبقى 1 اوفر 2. ماشي. الانترسكشن بكذا، عايز الماينس. انا حافظ الرول بتاع الماينس. الاول ماينس الانترسكشن. فيلا بينا. الاول اللي هو مين؟ فين الاول؟ اللي هو الايه اللي هو بهاف ماينس الانترسكشن اللي هو 1 اوفر 3. يلا تعال نحل شويه رولز على السبست بقى. فاهم انا مقسم لك الحكايه. تعال نخش على رول السبست. الاي والبي ار تو سامبل سبيس، والاي سبست من البي. استنى الاي سبست من البي يبقى الانترسكشن الاي واليونيون البي. الانترسكشن الاول اليونيون الثاني. هو عايز اليونيون خلاص يبقى الثاني. ما تقعدش بقى تأفور بقى، يبقى 1 اوفر 2 على طول. بقى ندور على ورقه المفاهيم، احنا مش عايزين حاجه من حد.
بيقول لك الاي والبي ار تو ايفنت اون ذا سامبل سبيس. الاي سبست من البي، الانترسكشن ب 2 اوفر 5. استنى يا عم، الاي سبست من البي يبقى دي الانترسكشن، الاي دي هي الانترسكشن والبي دي هي اليونيون، ما عشان لازم انا بفهم انا القصه دي. ماشي، الانترسكشن 2 اوفر 5 ماشي، واليونيون 4 اوفر 5 ماشي. هو عايز الايه؟ ما ايه ده؟ ما هي الانترسكشن يا عم، يبقى 2 اوفر 5. اللي بعديها الاي والبي ار تو ايفنت ان ذا سامبل سبيس. الاي سبست من البي ماشي، يبقى دي الانترسكشن ودي اليونيون، وهو عايز الاي ماينس البي، يبقى الاول ماينس الانترسكشن. طب الاول اللي هو الاي ماينس الانترسكشن، وهو قال لك ان الاي والبي دول ايفنت والاي سبست من البي، وهو عايز الاي ماينس البي. طيب ما هو الاول ده اللي هو الاي، والانترسكشن ده هو برضو مين؟ الاي، يعني ايه ماينس الاي، يبقى الاجابه بزيرو. طب ما تيجي نفهمها، مش الاي دي سبست من البي؟ ايه الحاجه بقى اللي موجوده جوه الاي ومش موجوده في البي؟ ازاي؟ يعني ايه الحاجه اللي موجوده في القاهره ومش موجوده في مصر؟ مفيش، ما هي الاي اصلا جوه البي. فهمت؟ فانا هنا شغلتها بالرول عادي، كتبت الاي ماينس الانترسكشن، فانا كتبت الاي بس انا لقيت ان الانترسكشن اصلا هو الاي، اكنك عايز تعمل بروبابيلتي ايه ماينس بروبابيلتي ايه، اللي هي اصلا تديك زيرو وانت اصلا فاهمها. يلا، بيقول لك الاي والبي ار تو ايفنت ان ذا سامبل سبيس. البي سبست من الاي، يبقى شور دي الانترسكشن، واكيد هو ده اليونيون. وهو كاتب لي ان الاي دبل البي ايكوال 0.6. استنى عايز اوضح لك الحته دي. بيقول لك الاي دبل البي 0.6. لو بص، الفلوس اللي معايا دبل الفلوس اللي معاك ايكوال 100 جنيه. تاني، الفلوس اللي معايا دبل الفلوس اللي معاك ايكوال 100 جنيه، يبقى انا معايا كام؟ طب انت معاك كام؟ طب هو معاك يا ده افهم، انت معاك كام؟ اوعى تقول 100، انت معاك 50. ما هو بيقول لك الاي دبل البي، يبقى انا اللي معايا 100 وانت معاك 50، دبل ال 50 اللي معاك يطلعوا 100 اللي في الاخر. تمام؟ طيب هنا الاي دبل البي ايكوال 0.6، يبقى الاي دي 0.6. طب البي 0.3 بقى، عشان 2 ملتبلاي 0.3 0.6. لو مش عارف اعملهم ديفايدد على الكالكوليتور، 0.6 ديفايدد 2. فاهم الحكايه؟ الاي دبل البي ايكوال 0.6، يبقى الاي 0.6 دبل البي هي اللي ب 0.6، يبقى 0.3. هو عايز الاي ماينس البي، يبقى عايز الاول ماينس الانترسكشن. الاول اللي هو 0.6، الانترسكشن ده اللي هو البي، والبي دي اللي هي 0.3، يبقى 0.6 ماينس 0.3 اللي هي هتديك 0.3. خش على بعض. الاي والبي ار تو ايفنت ان ذا سامبل سبيس، وهنا بيقول لك ان الاي سبست من البي. ماشي يا عم، يبقى ده الانترسكشن وده اليونيون، وهو بيقول لك ان الاي بهاف، والبروبابيلتي هو بيقول لك ذا probability اوف بي اونلي 0.2. بي اونلي دي يعني بي ماينس ايه، يعني هو كاتب لي ان البي ماينس الاي طالعه معاه ب 0.2، يعني الاول ماينس الانترسكشن طلع ب 0.2. طب الاي موجوده ب 0.5 ماينس حاجه ادتني 0.2، يبقى اكيد دي بكام؟ ب 0.3. هو عايز تجري انت بقى وتختار لي 0.3. غلط. ليه؟ عشان هو عايز نون بي، ندالة. جاب لك الحته اللي انت بص انا فرحان اصلا 0.3 وسعيد. هو عايز نون اكيورنس. نون اكيورنس ديت يبقى نعمل 1 ماينس 0.3 ودي اللي هتديك 0.7. دي كانت مش كل الرولز، دي كانت الجزء الاول من الرولز. لسه عندنا الجزء الثاني من الرولز، بس ده هنعمل له فيديو تاني علشان تقدر تفهم ده بهدوء. راجع عليه كويس قوي واستناني يا صاحبي في الفيديو الجاي اكمل لك بقيه الرولز. بحبك قوي، باي باي.